السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الكرة مع فلسفة. طبعا زي ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت إن الحلقة دي هتكون عن كابتن زيزو. طبعا كابتن زيزو نجم كبير، كان في نادي الزمالك، والراجل فضل إن هو يغير من حياته أو يغير من مستقبله. فضل ان هو يحصل على بطولات، فضل ان هو ياخد بطولة افريقيا اللي ما خدهاش مع نادي الزمالك في الفترة اللي قضاها، فضل ان هو يروح كاس العالم للاندية. طبعا الناس بصت لها بشكل تاني، بصت فلوس، بصت ان الراجل دوت بتاع فلوس الكلام ده. الراجل طبعا مش كده خالص. هجوم شرس عليه طبعا الفترة اللي فاتت بدون اي داعي وبدون اي سبب. حللوا لنفسهم ان الراجل كده هوت باعهم. ادارة نادي الزمالك هيأت للجماهير الكلام ده. كل الكلام دوت ملوش اي اساس من الصحة. طبعا اكيد كل عارف الكلام ده كويس، حتى الزملكاوية نفسهم عارفين ان الكلام دوت ملوش اي اساس من الصحة. ولكن الراجل حب ان هو يعني قال لك انا دلوقتي راجل لعبت في الزمالك 5 6 سنين، ما عملتش معاهم انجازات غير دوري وكاس. بطولة دوري بطولة كاس، فيدرالية اقصى حاجة خدتها. الراجل يعني يعتبر من احسن لعيبة مصر، واديكوا شفت طبعا الفترة اللي فاتت راجل منتخب مصر، الراجل هداف دوري قبل كده، هو الراجل كان بينافس على احسن لاعب في افريقيا. فطبعا كان الموضوع طبعا بالنسبه له ان هو يروح النادي الاهلي دي مش حاجه تقلل منه، بالعكس دي حاجه هتزيد منه، زي ما هتزيد من النادي الاهلي. النادي الاهلي اي واحد في افريقيا تما او بره افريقيا يسمع عن النادي الاهلي يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي. طبعا الفتره الاخيره اول ما الدوري بدا فوجئنا بجماهير نادي الزمالك بتغلط وبتشتم وبتتكلم في اعراض، وده طبعا سلوك غير حضاري خالص بالمره. فطبعا بنتمنى من الجماهير ان ده كده ما يصحش. الراجل راجل محترف، راجل لعب مع الاهلي. مفيش اي مشكله خالص لو عدت لك اللعيبه من الثمانينات او من السبعينات كمان، زملكاويه راحوا الاهلي كتير. على رأسهم طبعا كابتن حسام وابراهيم، دول كانوا اساطير النادي الاهلي في الفتره من الفترات. راحوا نادي الزمالك في الفترة الحالية يعني، عشان انا بس في لعيبة كتير طبعا على مدار الزمن. عبد الله السعيد طبعا كان في النادي الاهلي، واخد افريقيا مع الاهلي، واخد بطولات وكسبان الزمالك 3 4 مرات وقصة طويلة. ناصر ماهر، احمد حمدي، هنعد كتير. كل دوت طبعا محدش بيفتكره ومحدش بيبصله. لكن اللعيب يجي الاهلي ازاي وليه وعشان ايه ويتسب ويتشتم ويتذكر اسم جماعته في المدرجات وبعد كده هوت يقول لك اصلك احنا دي الفنانه هدى الاتربي والكلام اللي هو يعني اللي كله معروف. والاعلام بيساند وبيساعد ولا بيدافع ولا اي حاجه. بقى على عكس ان لو الكلام دوت مع حد من النادي الاهلي، بفوجئ ان الاعلام برضه بيبقى آه، مع الراجل اللي يقول لك ازاي ان الراجل يقول حاجه زي كده هوت، ازاي ان الراجل يعمل حاجه زي كده هوت. لكن طبعا لما حاجه تخص النادي الاهلي بلاقي هجوم شاسع. اول حاجه ما تخص النادي الاهلي في الغلط ما حدش بيتكلم، والموضوع بيعدي مرور الكرام ولا كأن في اي حاجه. فطبعا بنتمنى الموضوع دوت ما يتكررش. اتكلمنا على كابتن زيزو. طبعا انا عارف ان هو آه، يعني مش لاقي كلمة اقولها مثلا عشان محدش يزعل مني، لكن هو انا عارف ان هو عامل، هنقول اسم القناة، عامل فلفل نار في جماهير نادي الزمالك. مولع فيهم بمعنى اصح. لعيب تقيل، لعيب كبير. اديكوا شفته في بداية الدوري الراجل 2 اسيست 2 جون. بيلعب في الملعب كله، حدث ولا حرج. فبنتمنى طبعا ان الازمه دي تعدي ان شاء الله، وان جماهير الزمالك خلاص بقى دي صفحه واتقفلت، يركزوا بس في فرقتهم شويه ويشوفوا يفرحوا بس، هم فرحانين شويه باللاعب البرازيلي بتاعهم وشيكو بينزا اللي هم بيتكلموا على دوت. احنا شايفين طبعا، انا وجهة نظري ان الاتنين دول اقل من العادي، لان اعتقد ان اللاعب البرازيلي دوت كان بيلعب في اوكرانيا، يعني اللي هو مش حتى بيلعب في البرازيل اصلا. فهتلاقيه طبعا يعني صف رابع او صف خامس كمان يعني. وشيكو بينزل انا مش شايف الراجل بيقول لك ما قعدش في نادي، ما كملش فيه سنة على بعضيها. فهم بس يخلي بالهم بس على اللعيبه ويشوفوا بس ايه، عشان ما يجيش برضو اللعيبه دي تيجي تمشي يقول لك ده الاهلي اللي مشاهم، زي النغمه اللي كانت الفتره اللي فاتت.
على النادي الاهلي. طبعا النهارده كان في صورة عجبتني أوي أوي، كانت منتشرة على الفيسبوك كله. خيري وبدوي ورشاد، إمام عاشور، بن شرقي، وزيزو. طبعا كانت صورة جميلة أوي، والصورة ديت أنا هنزلها لكم دلوقتي على على الصفحة، على القناة عندي، على الشورتز إن شاء الله لما أخلص الفيديو وأنزله. آه، يعني كل اللي احنا بنتمناه من ربنا ان الامور تهدى شويه على زيزو. راجل لعيب محترف، راجل ما اظنش ان هو عمل حاجه غلط. راجل قرر ان هو يغير مسير حياته في الكوره في نادي كبير زي النادي الاهلي وياخد بطولات. راجل ما خدش، راجل لعيب دولي زي دوت وبالتقل ده كله ما خدش بطولات، فقرر ان هو ياخد بطولات، قرر يروح كاس عالم للانديه، قرر يلعب فدي كده بالنسبة لناس تانية يعني محرومين من الكلام دوت وما ما يعرفوش عنه حاجة، فالموضوع بالنسبة لهم هم بيفهموه بقى بدماغهم هم أو بيشوفوه بطريقتهم هم. أتمنى من ربنا إن الأمور تهدى والشد والجذب والكلام دوت، لأن ما تنساش إن في شهر تقريبا أو شهر وعشر أيام والأهلي والزمالك هيلعبوا بعض. عايزين ماتش يليق بالفرقتين، ماتش يبقى قوي، بما إن الأهلي عامل سيزون عالي قوي في اللعيبه، والزمالك كمان جايب مشتري كام لعيب، فعشان يطلع ماتش شكله حلو، ما يبقاش بقى ايه احتكاك جماهيري بتاع، ويبقى بعد كل دوت يطلع شكلنا مش كويس، لان انتوا عارفين طبعا ان العالم العربي والافريقي بيتفرجوا على الماتش ده كله. طبعا بنقول الحمد لله على السلامه الكابتن امام عاشور، والف الف مبروك على التجديد العالي بتاعه، واحنا عرفنا ان هو جدد لحد 2030. اتمنى ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، انا كراجل اهلاوي اتمنى ان هو يفضل موجود في الاهلي لحد ما يبقى كابتن من كباتن الاهلي ويمسك اشاره الكابتنه بتاعه النادي الاهلي، وان شاء الله عن قريب ده هيحصل ان شاء الله. لعيب حبيب كده. وطبعا الخبر اللي احنا برضو سمعناه من اليومين اللي فاتوا ان كابتن بن شرقي كان جايله عرض ومرضيش بيه حبا في النادي الاهلي، ودي حاجه يعني احنا كلنا على دماغنا من فوق. وربنا ان شاء الله يسهل الحال، وان شاء الله يوم الاثنين الاهلي ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله في الماتش بتاعه ويكسب بالمحله، لان انا كنت بتابع الاخبار كده ففوجئت ان الاستاذ عمرو الدرديري بيقول للاستاذ ايهاب الخطيب ان احنا خدنا بطاركو واحنا لسه بنقول يا هادي يعني من ماتش فيوتشر. يعني احنا ما اتغلبناش، وماتش كان ماتش مفتوح، ماتش 2-2 وكرة في العارضة وبتاع، وماتش كان رايح جاي والكلام ده، لسه بنقول يا هادي الراجل بيقول لك احنا خدنا لكم بطاركو. والراجل رد عليه بصراحة رد عجبني جدا، وقال له انتوا خدتوا بطار نفسكم لان انتوا يا دوبك بتقولوا يا هادي، لان مكانكم الطبيعي ان انتوا تبقوا التاني، فانتوا دلوقتي بقالكوا 3 سنين ما خدتوش تاني ولا شميتوه يعني. فدي برضو يعني كابتن ايهاب طبعا حدث ولا حرج، الراجل بيرد بلسان الاهلاويه كلهم يعني. فبنتمنى بس ان الامور تهدى شويه، ونتمنى من الله ان الدوري يكون شكله كويس، وبالذات خصوصا ان الدور التاني يبقى ممتع ويبقى فيه اثاره جامده. احنا لسه بنقول هادي في الدور الاولاني، لسه الشكل ما بانش على الكل. كل اللي نتمنى ربنا ان شاء الله ان الاهلي ان شاء الله يكسب ماتش يوم الاثنين ان شاء الله مع المحله الساعه 6 باذن الله تعالى. ان شاء الله بعد الماتش ان شاء الله يكون في فيديو كويس نشرح فيه برضو اداء اللعيبه واي تاثير او اي سلبيات او اي ايجابيات، ونشوف برضو تقييم المدرب في الماتش ده وصل لحد فين، في جديد في بتاع يعني، هنشوف بقى الكلام ده ان شاء الله. طبعا بشكركم على الوقت اللي انتم هتقضوا معايا في مشاهدة الفيديو، واتمنى انه يعجبكم. لو عجبكم ان شاء الله ما تنساش الاعجاب واللايك والشير وتفعل زر الجرس لو ما فعلتوش لسه، وان شاء الله باذن الله تعالى اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين بعد مباراة الاهلي باذن الله. السلام عليكم.